السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. لو انت مش عارف اللي داير جوه النادي الاهلي دلوقتي هقوله لك في السريع وبالمختصر المفيد يعني. اول حاجه عندنا مشكله امام عاشور، طبعا هو مصاب بفيروس كبدي وبائي اللي هو ده فيروس كده بيتنقل عن طريق الاكل وبيجيب ترجيع واسهال وحاجات كلها لها علاقه بالجهاز الهضمي. طبعا هو محبوس في المستشفى لمده 3 ايام، الله اعلم هيرجع امتى، هيقدر يلعب امتى. طبعا برضو من ضمن التصريحات اللي طلعت الفتره الاخيره ان الدكتور النادي الاهلي قال ان امام عاشور ما ينفعش يشارك، ولكن امام شارك. نيجي لزيزو، زيزو مصاب بشد، الله اعلم ايه درجه الشد. اللي اشاعه اتعملت النهارده لسه ما تحددش مده الغياب، لسه الموقع الرسمي للنادي الاهلي ما اعلنش، بس زيزو هيغيب وهيطول. فالله اعلم اذا كان هيلحق ماتش الزمالك ولا لا. الفكره ان انت عندك ماتش الزمالك في شهر 29، فانت كده بتفقد امام وزيزو عشان قرارات غبيه. ما اعرفش اذا كانت راجعه للمدير الفني ولا راجعه للعيبه، بس عماد النحاس طلع في المؤتمر الصحفي قال لك انا قلت لزيزو هتلعب وجاهز، قال لك انا جاهز 100%. ازاي يا كابتن عماد؟ انت عندك حاجه اسمها جهاز طبي، جهاز طبي يا اما يديك الضوء الاخضر لمشاركه اللاعب يا اما يقول لك ما يشاركش. ايا كان اللاعب ده، هو ميسي؟ ده حتى ميسي لو الدكتور قال ما يشاركش مش هيشارك. فدي نقطه اصلا مأخوذه عليك، فانت يا كابتن عماد ما ينفعش تقولها اصلا، ما ينفعش تصرح تصريح زي ده، ما ينفعش تسلم اللاعب بتاعك، ولكن يلا ادي اللي حصل. فانت كده بتفقد امام وزيزو، الاثنين كده غالبا مش معاك طبعا، لو ماتش سيراميكا الجاي ولا ماتش حرس الحدود، الله اعلم ماتش الزمالك الدنيا هيكون فيها ايه. نيجي للداخليات جوه النادي بقى، في حاجه غلط يا جماعه، الموضوع بقى منزوع البركه. يعني بتتكلم في كوارث بتحصل. سيبك من بدايه الدوري اللي زي الزفت، سيبك من انت عندك 6 نقط من 5 ماتشات، سيبك من مشكله حسام غالي والخطيب. حسام غالي فيه مشكله دلوقتي مع الخطيب، وده عمال يطلع بتصريحات وده عمال يطلع بتصريحات. سيبك من الخطيب بيقول لك مش هترشح تاني. في حاجه غلط، في بركه منزوعه، في نفوس مش صافيه لبعض، في روح صفرة في الفريق دلوقتي، في حاجه غلط والله. اصل مش طبيعي اللي بيحصل ده. مش كل المشاكل دي على فكره النادي الاهلي عدى مشاكل اكتر من كده بكتير. احنا كنا بنلعب بميدو جابر واسلام محارب عادي جدا، وفي 2014 كنا بنلعب بالناشئين، وكان النادي مستوى زي الزفت. فعادي الظروف دي عدت علينا قبل كده، بس كان في رجاله في الملعب، كان في ناس خايفه على النادي. دلوقتي لا، تحس ان كل واحد تورته وعمال ياكل منها. عجل ووقع وكل السكاكين جت عليه. دلوقتي في حاجه غلط في النادي والله، جوه النادي نفسه. اللعيبه دي لازم تقعد مع بعض، لازم يعرفوا ايه اللي حاصل، مين اللي روحه مش صافيه في الفرقه. واحد زي تريزيجيه اللي بعد ما جاب الجون طلع قال لك هش. طب خلاص، يا عم تريزيجيه دلوقتي، يا عم انت لاعب كبير وعلى راسنا ولاعب محترف، بس اهدى، اخدم فرقتك مش تخدم نفسك. احنا عارفين انك لاعب كبير ما تثبتلناش. اللعيبه لازم تقعد مع بعض، لازم يقفلوا على بعض، لازم يشوفوا مين النفس الصفراء اللي موجوده، واللي مش عاجبه يغور في 60 داهيه بناقص منه والله.